دكتور خالد البوهي، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور خالد البوهي، هل انتهى دور الشعر؟ هو حقيقة الشعر لا يمكن ان ينتهي دوره، انما يعني لكي نقيم الامور تقييما صحيحا، الشاعر قديما كان يمثل الجهاز الاعلامي، بمعنى الشاعر هو الصحافة والقصيدة هي الصحف او التلفاز او الاذاعة او نحو ذلك. هذا الدور تنحى عنه الشاعر الى الصحفيين والاعلاميين وغير ذلك. فمثلا يعني ابو تمام رحمه الله كان يمثل الجهاز الاعلامي للدولة العباسية. السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب حينما انتصر المعتصم. لو كان في هذا الزمان كان موجودا يعني جهاز اعلامي، كان هذا الكلام هيسجل في الصحف ونحو ذلك. فيعني ربما هذا اثر على الشعر، انه لم يعد يمثل الجهاز الاعلامي، وانما اصبح الشعر يمثل جوانب اخرى. فقد يظهر للناس انه لم يعد مؤثرا. هل مؤلف حضرتك في رحاب القصة الشاعرة هذه الدراسة النقدية هي اعتراف ضمني بأن الشعر لم يعد له دور؟ لا، يعني هو احنا بنقول دايما ان هناك سمة ان الادب عموما ينحو نحو التجديد، وما من فترة جمود الا ويتخللها فترات من الانشطار والتوهج. حينما كانت القصيدة الخليلية العمودية تجتاح الشعراء، اصاب الشعر بعد فترة تقليد وجمود وغير ذلك، حتى ظهر المجددون المتنبي والقحطي وابو تمام. وكان التجديد في طريقة الكتابة حينما ظهرت حركات الترجمة بعد الدولة العباسية، وبدأ الشعر يجدد نفسه. ظهر ابو العلاء المعري، فاصبح للشعر توجهات اخرى. اصاب الشعر جمود، واصبح المقلدون يقلدون ابا تمام والمتنبي. ظهرت المدرسة الأندلسية بالموشحات الأندلسية تحمل تجديدا من ناحية الإيقاع والمعاني وغير ذلك. بعد ذلك بدأت تظهر فترات جمود، ظهر البارودي وظهر أحمد شوقي، وبدأت تظهر المدرسة الكلاسيكية الجديدة. ثم بدأت شعر ناجي وأبولو المدرسة الرومانسية. ثم بدأ الجمود الرومانسيون الجدد يقلدون ناجي، فأصبح شعرا رومانسيا تافها وبسيطا جدا، وأصبحوا أشباه لناجي وأضرابه. ظهرت المدرسة الحديثة، مدرسة الشعر التفعيلي أو الشعر الحر، على يد أحمد بكثير وناطق الملائكة والسياب وعبد الصبور وحجازي وغير ذلك من جيل الرواد. جددوا في المعاني وجددوا في طريقة الكتابة وغير ذلك. بدأ كذلك المقلدون، وبدأ الشعر ينحو منحا تقليديا كذلك. فبدأت تظهر نتيجة لذلك ربما في ما يسمى بقصيدة النثر، وظهر المسرح الشعري، وظهر فكان لابد. فمرحلة القصة الشاعرة هذا نوع من التجديد في المعاني وطريقة الكتابة وغير ذلك. هل يسمى الشاعر شاعرا دون التقيد بمفاهيم وضوابط الشعر؟ هي دي نقطة الخلاف بين أنصار القصيدة الخليلية بمختلف أنواعها، سواء كانت عمودية أو تفصيلية أو غير ذلك، وما أطلقوا عليه قصيدة النثر. إنما لا بد ألا نقع في المغالطة. قصيدة يعني وزن، يعني التزام عروض، يعني شعر. هذا هو الشعر الذي أفهمه.
اما من الممكن ان نصف الكلام العادي او القصة او النثر بانه شعري، كما انه من الممكن ان نصف الشعر الذي يفتقد الى الشاعرية برغم كونه موزون، من الممكن ان نطلق عليه انه شعر نثري يقع في النثرية. ولذلك قصيدة النثر أحب أن أطلق عليها أنها نثر شعري. هو نثر إنما ربما يكون فيها أحاسيس وفيها نثر شعري كثير من لماذا يطلق عليها شعري طالما هي لا تلتزم بأصول الشعر ومفاهيمه؟ يعني ربما إذا ما أنت كأحاسيس، يعني زي في بعض لأديبنا الكبير نجيب محفوظ بعض المونولوجات التي تتخلل بعض رواياته تجدها يعني تحتفظ بقيمة شعرية عالية وتهيم مع الكتابات، حينما البطل مثلا يعني يخاطب نفسه في مونولوج جميل. انا لمست هذا في كثير من كتابات. قول يا دكتور خالد، حضرتك شاعر وناقد ادبي، حضرتك ظهور بعض النماذج الشعرية في اعمالنا الدرامية زي شعر التنونة والستموني هل اساءت الى الشاعر كشاعر وبدأت عملية التأثير العكسي او السلبي في الشعر؟ هي اساءت بالفعل، يعني هي حطمت شكل الشاعر وحطمت شكل الشعر. يعني حتى ذكرت قصيدة من اجمل قصائد فؤاد حداد بطريقة مريرة وبطريقة يعني تحتفظ بقدر كبير من السخرية. يعني شيء بشع ان تتحول الاعمال الجميلة الى السخرية. وهي قصيدة الحلزونة، قصيدة شهيرة لفؤاد حداد، وهو تعرض لها في مسابقة يسر العزب لدراسة جميلة. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في غرب الفصول، الحلزونة جوه مساء والحلزون لما ابتلناها هربت وقعت جوه البيت، السما بتمطر مكارير، الحلزون مكبوت واسير، الحلزون انتحرت فجأة والحلزون خبطته عربية عدت في بداية التحريك. انا هسمعكوا الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطتها عربية في ميدان التحرير، ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. اصل الميدان كان فيه زحمة كمان، انسان غلبان خارج من الشغل وتعبان، وكله فوق بعضه، كله فوق بعضه، اديها يا انسان. لعل الكوميديا افسدت الشعر. نعود الى الشعر مرة اخرى، وهل انتهى دور الشعر؟ وهل لم يعد ديوانا للعرب؟